صباح الخير يا حبايبي، صباح احلى صباح عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبكامل الصحه. احنا رايحين نعمل ايه دلوقتي؟ رايحين نغش الذره دي للايه، للحيوان او والمواشي. وبرده هنا معانا محمد شفيق الرز برده هنبيضه. فاحنا ايه، هنوريكم برده الرز بيتبيض ازاي. وهنا برده مكنه بتعمل بتطحن الغله. وبرده هنا مكنه برده بتنقع الذره دي بقلاويحه، بتتعمل بقلاويحه. فهنوريكم برده الطريقه بتاعته بتتعمل ازاي والرز بيتبيض ازاي. اهو بس انا عارف ما فيش حاجه من البتاع ده في الفتله ده ايه؟ هتبقى الاول بتاع الفتله هات الشق. مش عارف السكينه بتاعتك راحت فين؟ هنا بتاعي بس مش عارفه هتنفع ولا لا. ايوه هتنفع تقطع الفتله يا امينه. هات الشق اهو. ده الشغل في المنظره صعب قوي. قلت لك بحشة بالشغل. خلاص اشكرها تقع. خد سلام. خد الشغل. دور على السكينة. لا هو ده كباب. هو بس كده ولا لا؟ ايوه. بتاعها كده يا عمي. تعالى بقى هات ايه؟ نحط الشقه فوق كده اهي. ايه مكنه الرز؟ اما لسه بتاعت الفطار. عمال الرز الاول. ها؟ عمال الرز الاول. شغاله منها المكنه بتاع الغربال. نحط معاه اهو. ما هي ديت مكنة الدش الخشن ماشي. دي بقى المكنه اللي بتدش الذره بقلاويحها. ودي برضو ايه، بتنعمه خالص. يعني اللي عاوز يعمل فينا يعملها، بتبقى ايه زي الحنه، بيبقى ناعم خالص. فاحنا هنخليه جرش شويه هنا. دي علشان الفراخ الكبير. دي الحيوان بقى الكبير ماشي. بياكلوا كده. ودي برضو معانا هنا مكنه هنا بقى ودي اللي هي عاوز. مكنة الرز. مكنه الرز. بياض الرز. وده الغربال بقى بتاعها هنا. وده الغربال بقى هنا. دي بقى بتطلع التونه الكبيره شويه. بتنزل هنا بقى ليه الحاجات اللي هي ايه، القش بتاع بتنزله في الشكاره هنا. دي الغربال هنا. فالرز دي كده متغربل دلوقتي اهوت اهو. بيجي نضيف خالص بقى. دي مكنة الحاج محمد عبد الله.
المكنه هنا بكتامل، اللي عاوز يبيض بقى اللي تجريش ذره بقلاويحه بيطحن غله. فهذه برضو مكنه الغله هنا اهي. المكنه هنا برضو بتطلع يعني برضو ايه، بتجيب دي ابيض خالص، وفيه برضو ايه بيبقى الرده لوحدها والدقيق الابيض لوحده. ما شاء الله يعني، ربنا يبارك لهم يا رب. يا رب. انا حبينا برضو ناخدكم جوله هنا ايه في المكنه. يلا يا حاجة شغالة، يلا نلش ونبيض. يلا يلا يا طارق. خش صبعي. معلش بقى ان كانت الفيديو هيبقى فيه مثلا صوت المكنه صعب شويه، او يعني ايه مع يعني هي دي احنا كنا انت عارفين ان احنا كنا بنبيض وبندش ذره وكده يعني. فان كان المال بتاع الفيديو هيبقى فيه وش ولا حاجه معلش. وفي حته برضه هي ايه، الكاميرا كانت الست اللي هي صاحبه المكنه اللي احنا كنا بنعمل عندها كانت صورتنا انا ومصطفى، لان ما كانش معانا حد اللي احنا اللي ايه انا ومصطفى وهي يعني الست اللي هي مدوره المكنه. ففي حته في الفيديو هتلتها ايه مقلوبه شويه، كانت الكاميرا مقلوبه، فسامحونا بقى معلش. وايه ويا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم. وبرده ايه احنا برده هنقلب العلف برده ايه اللي احنا الدش اللي هو الذره واللي ايه والسرس اللي هو الرجيع بتاع الذره بتاع الرز يعني. وريهولهم الاول. ما احنا هنوريهولهم اهو، لان احنا كان برضو المكنه كان صوتها عالي وايه. وانا برضو شرحت لكم هناك برضو على قد ما عرفت برضو. دي اهوت دي السيرس، وده النعمه بقى اللي هو الحته بقى بتاع الرز برضو عاملينه هنا. وده برضو هنقلب هنا برضو ايه شويه العلف دولت. انا بقى بعتذر لكم يا جماعه لو في حته في التصوير سامحينا بقى معلش جت بقى وفيها حته مقلوبه معلش، لان يعني كتر خيرها اصلا ان هي صورت بس، فهي ما خدتش بالها برضه، واحنا برضه ما نعرفش اللي هي الكاميرا كانت مقلوبه وياها. فيا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم. قولوا لهم كلمتين حلوين الاول. ماشي. ربنا يصلح حالهم ويرزقهم ويديهم الصحه، والتعبان ربنا يشفيه من مرضه، واللي ما معاش اطفال ربنا يديلها، ربنا يرزقها يا رب. وربنا يصلح حالكم جميعا. وبرضه يرجح الطلبه بتوع المدارس اللي في الاعدادي واللي في الثانوي واللي في جميع الطلبه يا رب اللي في انحاء العالم، ربنا ما يخيبش لحد تعب ويصلح حالهم يا رب. انت بتعملي الوقت ايه يا ام محمد بقى؟ كده بقى هنقلب السنه بس ما احنا هنعرف بعض. هي دي فين الدوره اهي، ما هو الدش الدوره بيبقى معروف. يعني دي داش ده ايه؟ دي رغيف بقى بتاع الرز. وده دي بقى الدش بتاع الدوره. دي الدوره دي الدور بقى لوح اهو، مفيش فيه قلاويح. احنا بنعمله كده بقى للبهايم للحيوان. انت هتفضي دي برضه هنا؟ نفضيها برضه. فاحنا برضو ايه احنا بتبقى الحاجه دي جايه سخنه من المكنه، فاحنا برضو ايه سيبناها لما بردت عشان ما حدش يقول ده مثلا ده جانا من المكنه قلبناها. لا احنا برضو سيبناها برضو ايه لما بردت خالص، لان الدش الذره دي بيبقى جاي سخن والسرس برضو بيبقى جاي سخن. فاحنا سيبناها برضو قلنا عشان نبقى نوريلكم ايه التقليبه بقى بتاع العلف وكده. فهي برضو اهوت احنا كنا قلبناها مره برضو قبل كده، كان مصطفى قلبها وياكم اهو برضو بنقلبها كده زي ما احنا كده برضو
وبتحط سيرس، ونرجع تاني نحط دش الذرة، وهذا كذا برضه لما نفضل اللي احنا عاملينه كله على بعضه، ونرجع تاني نقلبه بقى ونحطه في البراميل عندنا. فيا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم وينور راكم، وبرضه ايه ما تنسوناش في اللايك والاشتراك عشان اقدم لكم كل جديد. الست ام محمد. يلا. ده ايه بقى؟ دي نفسه؟ دي نفسه برضه دش ذرة. ما هو يا بنت بكره دي يما. استنوا يا جماعه اقلب معاها لان هي هبطت. انا هبطانه اصلا الشكاره دي اصلا مقطوعه. طبعا يا جماعه احنا فتحناها برضه اهوت عشان كانت تقيل. لا هي الشكاره كانت دايبه وانا حطيت في قلبها شكاره تانية. فايه بقول لك الجيش ايه؟ قال لك اتصرف. بقول لك اتصرف. انا والله يا حبيبي بقول لكم عاوزه اقول لكم كلام كتير، بس سبحان الله يعني بقول لكم نفسي اقول له احكي معاكم واكلم وياكم وكلامكم والله، وما برضه ايه بصراحه يعني انتوا بتشجعونا بكلامكم الحلو لنا وتعليقاتهم الجميله اللي زيهم والكلام الحلو الحلو الحلو. فربنا يجعلنا يا رب نقدم لكم برضه الحلو زي ما انتوا بتقدموا لنا الحلو. بتنهجي. ايوه استنى. يعني ده لحد الان حطيتها ايه هنا؟ ما هو دي هو ايه يعني انا حطيت بقى ايه شكاره سيرس وشكارتين وشكاره، يعني شكاره برضه شكاره ونص هما حبتين دش ذره. ماشي. فانا برضه هنقلبه برضه اهو عشان ايه مش هنلحق اعبيه بقى كيلو. فاحنا بقى هنعبي دولت الاول وبعد كده ايه نعمل الباقي. فربنا يصلح حالكم ويكرمكم يا رب ويكفيكم شر المرض، وربنا يرزقنا ويرزق الناس كلها يا رب. والنبي يا رب ترزقنا وترزق الناس كلها. على فكره هنا لندن والله والله. الله ينور عليك. ايوه كده الله ينور عليك يا حاجه. ماشي. فاحنا بقى هنعمله كده برضو. فبرضو ايه البتاع اهو لازما بقى بتقلب كده دي الدش الذره اهو على الرجيع اللي هو بتاع السرسي. يعني احنا بنقول عليه السرسي وفي ناس بتقول عليه رجيع اللي هو بتاع الرز الابيض يعني وكده. فهنا دي الرز الابيض برضو معانا هنا. وده برضو انا موريها لهم برضو في المكن. فاحنا برضو بنسيبه بقى ايه يومين 3 كده على ما يبرد براحته، وببقى عبيه برضو هنا البراميل بتاعته اهي بحطه فيه. هنعبي يا جماعه وارجع لكم. انت بقى كلمه كلمتين يا حبيبي. طبعا بقى يا حبايبي بشكركم. اول حاجه ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين في احسن الاحوال وفيديوهاتنا تعجبكم وتنور رضاكم. طبعا بقى دلوقتي يا حبايبي معلش لو في صوت المكنه بس فظيع شويه، معلش انا بعتذر لكم برضو عن صوتها او كده. وفي حته هتيجي في الفيديو انا هقول لكم تاني مره عشان ما الاقيش حد كتب لي في الكومنت الكاميرا جايه مقلوبه. طبعا هنا احنا ما خدناش هي طنط ما خدتش بالها، يعني ربنا يصلح حالها ان هي كمان صورت لنا يعني. فايه اعذرونا بقى يا جماعه. فطبعا بقى هي دلوقتي هي ام محمد بتعبي بقى معاكم. المفروض هي تبقى ام حبيبه بس هما بيقولوا لها ام محمد. لا ام حبيبه لا ربنا يخلي محمد يا حبيبتي. لا انت هنجيب اللي ده اذا في 2 اكبر منك. يعني هما اصلا من ايام اجدادنا كانوا بيقولوا لها باسم الكبير. بصي زي ستك كده الله يرحمها كان ام مصطفى. ام مصطفى عمتك حنان هي اكبر من مصطفى، اكبر من ابوه. والله اكبر من ابوه. بس بينادوا يقولوا ايه يا ام مصطفى. لا بيقولها يا ام مصطفى. فهو انا كده الناس برضو يعني بس لايق عليك اسمه ام حبيبه برضه. لا الله محمد بوديه فين ده هو محمد اكبر حاجه عندي، هو محمد اكبر حاجه. ماشي يا ست. يقول لي يا ام حبيبه ليه بقى؟ ماشي يا ست خلاص انت هتمسكي فيا. وحنان راحت فيا. انت عاوز حد يقول لك يا ام حبيبه؟ لا هو اي حد يا جماعه يعني هو يعني الناس بقى يعني مع الاحترام بقى بيقولوا يا ام فلان. هو بالاسم اول عيل بيجي او يعني حتى البنت او ولد بيقولوا لها يا ام فلان، يا ام محمد، يا ام يعني اي اسم الاسم اللي هي مسمياه الاول يعني.
فربنا يديلكم، واللي ما ربنا يا رب اللي ما معهاش عيال ربنا يرزقها يا رب بالذرية الصالحة. بالذريه الصالحه، وربنا يكفيكم شر المرض ويدوكوا الصحه جميعا. اهم حاجه هو اهم حاجه يا سيدي، يعني سبحان الله هو اهم حاجه الصحه، لان الواحد من غير صحه ما يسواش حاجه، فربنا يديلكم الصحه وما يحوشهاش منكم ابدا. هتعبي وترجع لهم ولا هتعملي ايه؟ لا انا وياهم اهو، هتوريلهم كل التفاصيل؟ هنوريهم كل التفاصيل. طبعا بقى انت هتحط بقى في الشكرتين. ما احنا هنحط في الشكرتين، بس انا بشوف الشكاره السليمه منين نعدي فيها، لان انا كنت حاطه الشكرتين في بعض. يلا يا حبيبتي ربنا ينجحك يا حبيبي انت واللي زيك يا رب. كانت الحاجه الله يرحمها كانت بتقول لها جرعاني يا حبيبي عشان ايه هي نفسها تطلع حاجه والله، فربنا ينجحها يا رب وينجح اللي زيها يا رب وينجح جميع الطلبه يا رب والنبي، وما يخيبش لحد تحت. وكده بقى يا حبايبي ايه نشوفكم في فيديو جديد، ويا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم وينور رضاكم، واقول لكم ايه باي باي يا حبايب قلبي.